صوابع ايدك ومعروف فايدتهم ايه، لكن صوابع رجلك ما سألتش نفسك في مرة ايه فايدتهم؟ سؤال وجيه من انسان تافه. وقبل ما اجاوبك على السؤال ما تنساش تظبطني باللايك والشير، ولو في سؤال بيدور في دماغك اكتبه لي في الكومنتات. صوابع رجليك ليها فوائد كتيرة انت ممكن ما تكونش حاسس بيها، وده زي المشي والتوازن. في المشي صوابع رجليك بتساعدك على دفع الجسم للأمام أثناء المشي، لأن المشي عبارة عن 3 حركات. بتحط أول حاجة قدمك على الأرض، وبعدين بطن الرجل، وبعدين الصوابع. بالنسبة للرجل الثابتة ورا اللي هي هتتحرك، اللي بيديها الدفعة هي صوابع الرجلين، بتديها الدفعة علشان تتحرك للأمام، واللي قدام بتكون مرتكزة، وبالتالي صوابع رجليك لو مش موجودة الحركة هتكون بطيئة وغير متزنة. كمان بتساعدك على الحفاظ على التوازن أثناء الوقوف أو المشي على الأسطح الغير مستوية. تخيل كده مالكش صوابع وانت قاعد على مكان غير مستوي، يا إما هتقع أو تكون غير متزن. الحاجة التانية الجري والقفز. بتساعدك صوابع رجليك برضو على الجري والقفز، إنها بتساعد على دفع الجسم لأعلى أثناء القفز. كمان بتساعدك على امتصاص الصدمات أثناء الجري. الحاجة التالتة الحركة الدقيقة، وبتساعد أصابع الرجلين على الحركة الدقيقة، لأنها بتساعد على الإمساك بالأشياء الصغيرة، زي لما بتقع منك مثلا حاجة صغيرة بتتلفها ساعات برجلك. الحاجة الرابعة واللي مهمة جدا جدا وهي الإحساس، ولأن بتحتوي أصابع الرجلين على العديد من النهايات العصبية، واللي بيجعلها حساسة لللمس والألم والحرارة، وبيساعد الإحساس ده على حماية القدم من الإصابات. كمان بيساعد على الشعور بالمحيط اللي حواليك اللي انت بتكون واقف فيه. وبس كده يا سيدي، فاحمد ربنا على نعمه الكتيرة اللي مديها لك سبحانه وتعالى. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ونشوفك على خير. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.